بالنسبه لموضوع مدينه الاسماعيليه الجديده، وانا بطلب من الساده الاعلاميين كلهم ان هو لما ينشر خبر لازم يتحرى الدقه فيه ويسالني انا شخصيا. انا برد على كل التليفونات وما عنديش اي مشكله. الخبر سليم، يعني الخبر اللي طلع فيه الاخبار امبارح امس سليم، ان السيد رئيس الجمهوريه صدع على الاسماعيليه الجديده. ولكن وانا قلت الكلام ده في وسائل الاعلام، ولكن الصوره اللي موجوده مش هي دي. الصوره اللي اتنشرت في الاخبار دي صوره ماكيت كان عامله احد المكاتب الاستشاريه لاحد المستثمرين، مش هنقدر نقول اسمه، علشان مقترح منه لمدينه الاسماعيليه الجديده، وقال ان دي منطقه ترفيهيه ومنطقه سياحيه عالميه ومنطقه تجاريه عالميه ومنطقه استثمار. لا، الكلام ده اتعرض من احد المكاتب الاستشاريه، رفضوا الاول في البدايه القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي والسيد رئيس الجمهوريه، لان احنا في القوات المسلحه ما بنعملش حاجه من غير دراسه. احنا بندرس، عندنا اجهزه الهيئه الهندسيه بتدرس وتصمم، تاخد اراء كافه الجهات في القوات المسلحه المعنيه، لان احنا بنشتغل في منطقه معنيه. يعني الشباب اللي هيشتغلوا في المنطقه التكنولوجيه او المنطقه الصناعيه في وادي التكنولوجيا شرق قناه السويس شرق الاسماعيليه لازم يلاقي له سكن. اللي هيشتغل في المزارع السمكيه لازم يلاقي له سكن. اللي هيشتغل في الزراعه هيلاقي له سكن. اللي هيشتغل في المنطقه الصناعيه شرق الانطره هيلاقي له سكن. اللي هيشتغل في تطوير الطرق هنا هيلاقي له سكن. اذا الموضوع مش موضوع تجاري واستثماري ومنطقه تسوق عالميه، لا. في مناطق تسوق عالميه ولكن مش في المكان ده. المكان ده ان شاء الله فيه شباب اساسا، لانه دول الفئه المستهدفه من الدوله دلوقتي. المساحه يا فندم بتاعه المنطقه بالكامل بتاعه المدينه الجديده تقريبا في حدود 8 مليون متر مربع، يعني تعدي ال 1500 فدان. تعدي ال 1500 فدان. في مناطق اخرى امتداد مستقبلي موجوده نقدر نزود فيها، ولكن احنا هنعمل مدينه ان شاء الله تحقق مطالب جميع الشباب ومحدود الدخل ان شاء الله، وتحقق لهم حياه كريمه محترمه، تحقق لابنه وجود مدرسه وحضانه، تحقق ليه المول التجاري والمستشفى وكل مطالبه ان شاء الله. برضه هنعمل فيها مطاعم وحاجات على منطقه بحيرات موجوده فيها، بحيث ان احنا برضه يعني اللي عايز يروح المطعم او عايز يروح كافتيريا او حاجه هيلاقي مكان يرفع عن نفسه ان شاء الله باذن الله.